سيادة النائب عبد المنعم إمام. معالي الوزير في مداخلة هاتفية قريبا قال بتحكم أنا بعتذر للناس جامد، وأنا بقول لك يا معالي الوزير اعتذارك مرفوض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى كلامنا على مين؟ على النائب عبد المنعم إمام وزارة التموين. حلو الكلام، كلامك كله بقى زي الفل وتمام التمام، وممكن يعجب ناس كتير قوي، لان طبعا زي ما انت عارف ظروف البلد الاقتصادية واقعة واحنا في حالة حرب يا سيادة النائب. طب سيادتك كنت فين كده بالصلاة على النبي، انت واحمد دومة وخالد ابو بكر والناس اللي طالعه الايام دي كده تشعل لها نار، وقناة الجزيرة اللي واخده يعني الحوار بتاعك ومشيراه وكله تمام التمام، وايدي كوهين اخدوا يعني كمان علشان يضيفوا لمحكمة العدل الدولية. طب انت لما انت عملت كده استفدت ايه بقى؟ انت استفدت ايه يا سيادة النائب؟ قولي كده. طيب بقول لك، ما تمسك انت بقى وزارة التموين كده، زي ما يعني اتهجمت كده على وزير التموين بس مباشر واتهمته ان هو البلد فيها يعني بصل وتوم وسكر وشاي وبزيادة، بس مقصرين مع الشعب. انت شايف ان البلد طبعا في حالة حرب وحالة اقتصادية يعني مش تمام التمام، وطالع تشعللها نار اكتر واكتر. عاوزة اقولك كمان ان اتعرض على 11 فرد انهم يمسكوا وزارة التموين وهم اللي رفضوا. ايه رأيك بقى تمسك انت الوزارة يا باشا وتيجي تورينا شطارتك؟ عاوزين بقى نشوف الشطارة مع سيادتك في الموضوع ده. عاوزة اقولك كمان كنتوا فين بقى كلكوا كده بالصلاة على النبي، وطالعين دلوقتي كده يعني هاجمين على الدولة من خلايا نائمة علشان يعني تسخنوا الناس قبل حلف اليمين للرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني انتوا تقصدوا ايه بالطلوع الجميلة بتاعتكوا دي؟ طبعا انت اول واحد طالع علشان انت عارف انتخابات مجلس النواب قربت، فانت طالع بقى واحد من الناس تشد لك كرسي. ولو انت بتتهم سيادة الوزير التموين ان هو في سرقة وانهم لصوص، فطبعا يا عزيزي كلنا لصوص، وانت عارف اللي بيشد كرسي في الاول ها، وبعد كده بتطلعوا تتهموا بعض ان انتوا حرامية. فانت اكيد يعني هتبقى واحد من اللي بيشدوا كرسي، ولو اخدت لك الكرسي ده هيتقال عليك نفس الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي. عاوزة اقولك كمان ان الدولة مش مقصرة، يعني الدولة بتزود معاشات، والتاجر من الناحية التانية اللي هو الجشع بيزود الاسعار. يعني الدولة مش هتمشي ورا كل تاجر بقى الا لما تكون بقى تنزل الرقابة فعلا على الاسواق، وتنزل معاها 2 بوكس كده حلوين، وتلم بقى التجار اللي هم جشعين اللي هم فعلا بيوقعوا البلد يعني لاسباب ما، وحضرتك انت عارفها كويس قوي. الخلايا النايمة اللي طالعة تصحي دلوقتي كل الخلايا اللي في البلد النايمة زيها، وطالعين عاملين ايه؟ هجوم على الدولة برضو لغرض ما. زي ما جون المصري طلع بيقول في تعويم جنيه والرئيس اتأخر، وطلع يقول في ناس انسحبت من مصر عشان الاستثمار، كل ده خلايا نايمة. وانا اتنبأت بجون قبل كده المصري ان هو خلايا نايمة، ويعني بيضرب من تحت الحزام. فيعني عيب كده ان احنا نطلع في وقت معين علشان يعني نضرب من تحت الحزام كلنا، عيب. دي بلدنا والجيش بتاعنا مطحون على الحدود، والوقت اللي احنا بنعمل فيه الحاجات دي كلها مش وقته، يعني الحاجات دي مش وقتها خالص. انت من طريقة كلامك طلع توصل كلمتين ويسقفوا لك، بس انت واحد من الناس نفسك تشد الكرسي وتقعد عليه علشان تاخد منصب، وفي الاخر برضه هيتقال عليك زي ما انت بتقول دلوقتي لص او حرامي، يعني دين تو دين. ولو انت يا سيادة النائب شايف وزير التموين بياخد 216,000، تعالى خدهم انت وبزيادة وامسك الوزارة بداله، ومشي انت بقى الوزارة كده على مزاجك، او هتشوف هتمشيها صح ازاي، وتقضي وتكفي الناس دي كلها ازاي في الوقت اللي احنا فيه في حالة حرب. ويا ريت بقى في حالة حرب عندنا احنا بس، لا ده احنا لسه مصر في امان الحمد لله، رغم ان هي في وسط الدايرة، لكن البلاد كلها فيها حروب وفيها الاقتصاد واقع وفيها مجاعة، وطلع يعني كمان بتهاجم الدولة المصرية اللي بتساعد الكل ان هي مجوعة شعبها. يعني مش عارفة اقولك ايه الصراحة. عاوزة اقول لكل حد طالع يهاجم الدولة المصرية، لو انتوا شايفين ان مصر مقصرة مع حد، يعني كل واحد يخليه في بلده. ولو اي نائب شايف ان النائب صاحبه كده ان هو مقصر، يروح يقعد هو مطرحه ويورينا هو هيعمل ايه. يعني دي الخلاصة. كمان بقى عاوزة اقول لكم الناس اللي بتخش تعليقات في اي جروب وطني وبتهاجم الجيش بتاعنا والسيادة المصرية، كل واحد بقى كده او كل حد يعني مش جايباه دماغه معانا يخليه في بلده، وكل واحد
ليه جيش بلده وشباب بلده، والساحة مفتوحة للي عاوز يروح يحارب. احنا مصر هندننا لآخر نفس، ومش هنحارب إلا لما يكون ساعة الصفر. عاوز اقول للدول اللي جايه على جيش مصر والرئيس السيسي ان هو ما بعتش اعانات وما وقفش جنب غزة وما بعتش مساعدات ولا اغاثات. لا، احنا اول ناس بعتنا اغاثات ومساعدات باليوم والتاريخ وكمان بث مباشر. بس احنا في الاخر طلعنا احنا وحشين، وفي ناس من قلب غزة وفلسطين نفسهم يعني الله اعلم بقى قابضين فلوس ولا ايه، طالعين واقفين مع محكمة العدل الدولية بيقولوا ان جيش مصر ورئيس السيسي ما بعتش لنا اي حاجة، ما وقفش جنبنا. طب اثبتوا يا جماعة، اثبتوا الكلام ده. كمان عاوزة اقول لكم ان ايران هي سبب المشاكل دي كلها. ايران بتضرب في جميع الدول اللي حوالينا، ورغم كده عاملة انها نفسها دولة اسلامية وما بتضربش شعب اسرائيل. طيب نفهم ايه من كده يعني؟ تعالوا بقى لقناة الجزيرة، ويعني الناس زي أسامة جاويش والناس طالعة الإخوان قادمون فعلا زي ما أنا قلت، وفعلا طلعوا يعني وبشدة وبكثرة الأيام دي، لأنهم طبعا العيد لسه ما جاش، عيد الخرفان لسه ما جاش، فهم طلعوا بقى إيه يهاجموا الدولة المصرية والجيش المصري. وأسامة جاويش عمال يهري وينكت مع نفسه الجيش المصري والسيسي بيساعد شعب إسرائيل. فين يا جماعة؟ انتوا بتتكلموا ازاي؟ انتوا مجانين ولا حاجة؟ عاوز اقول لك يا اسامه جاويش، الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله يحلف اليمين في شهر 4، والامور هتمشي في مصر تمام التمام زي ما انتوا بتصدقوا. عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف لما قالت ياسمين عبد العزيز هتتطلق واتطلقت، طبعا دي الاسباب معينه، وهي بتبني كلامها على حاجات روحانيه وحاجات طبعا بتبقى عامله بحث قبلها. مش تفتكروا ان هي فاهمه حاجه، لا هي ما بتفهمش حاجه اصلا. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان ليلى عبد اللطيف تبع الماسونية والمخطط الماسوني. وطبعا كمان في كرتون اسمه سامبسون بيبقى مكتوب فيه كل حاجة والتفاصيل كانت بتحصل ولسه هتحصل، وهم اصلا بيبقوا عارفين عاملين ايه من قبلها مخططين ليها، وبيأمروا ليلى عبد اللطيف تطلع تقولها في التوقيت اللي هم عاوزينه. ولما طلعت وقالت ياسمين عبد العزيز هتتطلق، وخبر مفاجئ فعلا اتطلقت، بس بتبقى اصلا مدروسة من قبلها، لان طبعا ياسمين على الساحة هي واحمد العوضي، فهي بتبني او بتشوف اراء الناس ايه وبتتنجم، وحصل اللي هي اتنجمته لان هي كان درسها قبلها بشوية. يعني بتيجي معاها صابت صابت خابت خابت. انتوا بقى لو بتصدقوا ليلى عبد اللطيف، فليلى عبد اللطيف طلعت بث مباشر من كام شهر وقالت ان مصر منصورة، وان الرئيس السيسي هيفوز في الانتخابات، وفعلا فاز وان شاء الله يحلف اليمين. وكمان قالت الجيش المصري هيتصدى لأي فتن في الدولة المصرية، وفعلا الجيش المصري هو اللي بيتصدى دلوقتي لأي حاجة وعلى الحدود. وطبعا مسك تهريب مخدرات والحاجات دي كلها تبع أميرة الذهب او شريكها، ولسه يعني بيحققوا في الحادثة دي. فلو انتوا بقى معتقدين بكلامها يبقى مصر في الاخر والجيش المصري هو المنصور. عاوزه اقول لكل الناس اللي طالعه تهري على السوشيال ميديا والخلايا النايمه اللي طالعه بكثره زي احمد دومه وخالد ابو بكر، وكمان لسه 6 ابريل طالعه يعني الايام القادمه، كل الناس دي كلها تحت اعين المخابرات العامه والمخابرات الحربيه. طبعا جيشنا عيونه لا تنام، وان شاء الله مصر في امن وامان. وتعالوا كده يا جماعه نسمع النائب عبد المنعم امام. سيادة النائب عبد المنعم إمام. معالي الوزير في مداخلة هاتفية قريبا قال بتحكم انا بعتذر للناس جامد، وانا بقول لك يا معالي الوزير اعتذارك مرفوض جامد. اعتذارك مرفوض لان وزارة التموين اثبتت بشكل واضح جدا ان مصر ما عندهاش مشكلة في قلة الفلوس، لكن عندها مشكلة في زيادة اللصوص. اثبتت وزارتك برضو وسنت سنة لم يأتي بها احدا من العالمين، ان بلد يبقى فيها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر يبقى عندها ازمة بصل وسكر. اعتذارك مرفوض لان وزارتك اصبحت وزارة المعاشات باقتدار. كل الناس اللي بتطلع على المعاشات بيتبدلها سنوات، وكل الكوادر الوسيطة ما عندهاش اي فرصة انها تترقى وتكبر. هذه البلد نصها بيقبض الحد الادنى للاجور 4000 جنيه. اقل فرد النهارده عشان ياكل عايز 50 جنيه في اليوم. يعني لو اسره عايزه 200 جنيه
يعني عايزه 6000 جنيه في الشهر ده اكل، لا كهرباء ولا ميه ولا سكن ولا بنزين. انا بقول لك يا معالي الوزير، خد ال 4000 جنيه وعيش نفسك اسبوع.